بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في تغطية قناة الصحراء في هذا المساء للكابتن وعريس هذه الليلة الكابتن سعد بن مشعل الحارثي. سنكون معكم بإذن الله تعالى في تغطية قناة الصحراء الحصرية لهذا الاحتفال وهذا الكرنفال الكبير. سيتخلل هذا المساء وهذه الأمسية الجميلة لقاءات مع أصحاب السمو وأعضاء الشرف وأيضا لعيبة نادي النصر السعودي وأيضا الأندية الأخرى. سنكون معكم وكونوا معنا وشاهدونا من خلال هذه التغطية. مرحبا مرحبا يا اللافي الغالي، مرحبا يا حضور جات ملتمة، مرحبا بعدد ما اللي همالي وعد ما رفرف الأخضر على القمة، باسم شيخ رقى في النايف العالي مشعل اللي تعزوب بني عمه، مشعل الحارثي للطيب مدهالي وارث الطيب من خاله ومن عمه، شوفكم يا ضيوف الحفل يحلالي ومن بداله بلازم لازم يتم، يا هل الطيب يا ماضين الافعالي مرحبا قالها زيزوم من فمه، وفي فرحنا سعد يا طيب الفالي الف مبروك وانت عالي الهمة، أشهد انك عريب الجد والخالي الحبال الطويلة تورد الجمة، وبارك الله لكم في كل الأحوال يا عسى فدوتك من ينقل النمى، يا سعد يا سعد يا طيب الفالي ألف مبروك وانت عالي الهمة، ألف مبروك وانت عالي الهمة. الله يبارك فيك ان شاء الله.
الله يحفظك الله يحفظك. خلاص الله يحفظك. مرحبا 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 يا اللافي الغالي، مرحبا يا حضور جات ملتمة، مرحبا به عدد ما اللي همالي، وعد ما رفرف الأخضر على القمة، باسم شيخ رقى في النايف العالي، مشعل اللي تعزو ببني عمه، مشعل الحارثي للطيب مدهالي، وارث الطيب من خاله ومن عمه، شوفكم يا ضيوف الحفل يحلالي، ومن بداله بلازم لازم يتم، يا هلا الطيب يا ماضين الافعالي، مرحبا قالها زيزوم من فمه، وفي فرحنا سعد يا طيب الفالي. من زمان العرس ما شاء الله، الضحكة وسيرها. شلونك حبيبي؟ مبروك ان شاء الله، والله يوفقك ان شاء الله، والله يفتح لكم السعادة ان شاء الله. امين ان شاء الله. شوية يا شباب. افتحوا المجال يا ربع شوية يا افتحوا المجال، افتحوا المجال. ألف مبروك وانت عالي الهمة. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في التغطية الخاصة من قناة الصحراء لاحتفالية الكابتن الكبير سعد الحارثي. ويسرنا في هذه اللحظات أن نلتقي بصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز. حياك الله سمو الأمير وسعداء بلقائك في هذا المساء. يا هلا والله، وأنا أسعد بقناة الصحراء، قناة تهتم بالتراث والتقاليد السعودية، وصراحة فيها من البداوة اللي يحن القلب واحد له صراحة. وحقيقة الكابتن سعد نجم كبير في عالم الكرة السعودية، بالإضافة إلى أنه نجم بأخلاقه صراحة، وحب هذا الجماهير. يعني لو تأخذ صورهم صراحة هالمنورين واللي صراحة شرفوا سعد وشرفونا صراحة، أبلغ رسالة للكابتن سعد. إن شاء الله أنه يعود إلى مستوى بعد الإصابة الأخيرة، وإن شاء الله أنه يستمر في نادي النصر. وأشكر الأمير فيصل بن تركي اللي جميعنا نقف خلفه مهما كان.
رأي الأمير فيصل بن تركي الأول وإحنا جميعا وراءه. إذا أخذ القرار نترك أي اختلاف في وجهات نظر أو نصائح مختلفة ونقف خلف هذا الرجل، لأن وقوفنا هو مصلح الكيان إن شاء الله. نعم. سمو الأمير، هذا الحضور والكم الكبير للأمانة من الحضور اللي حضروا في المساء لم يحضروا إلا حبا في كابتن سعد ولعشاق أيضا نادي النصر السعودي. الكابتن سعد مثل المملكة العربية السعودية في صحيح. أكثر من مرة في منتخبات خارجية وشرفها وكان خير يعني من مثل نادي النصر السعودي. سمو الأمير، كلمتك المتواضعة تخص بها سعد الحارثي، وأيضا كلمة توجيهية يعني تود بإذن الله تعالى أن يعود سعد الحارثي كما كان. أنا أقول للأخوان صراحة، الكابتن سعد ما هو في حاجة إلى شهادتي. الكابتن سعد سوى نفسه وخدم بلده ورفع علم بلده في كثير من الدول في خارج المملكة. شرفنا صراحة. وانت تقول فقط الجمهور النصراوي، مو فقط الجمهور النصراوي، جميع جماهير الأندية. النجم الجماهيري اللي في المنتخب جميع جماهير الأندية تحبه. والكابتن سعد الحمد لله خلوق، ما قد غلط على أندية أخرى أو جماهيرها، عشان كذا هم يحبونه ويبادلون هذا الحب. ونصيحتي للكابتن سعد صراحة أنه هذا الاستقرار بالزواج صراحة إن شاء الله أنه هو دافعك ترجع إلى مستواك وأفضل إن شاء الله. وأنا متأكد أنه سعد عنده أكثر من اللي قدمه سابقا ويقدر يسويه. ما في نصيحة لحياة الزوجية سمو الأمير؟ حياة الزوجية صراحة أنا دائما أقول بأنه الاحترام بين الزوجين هو أساس النجاح في الزواج. وإن شاء الله أنه هو يحترمها وهي تحترمه إن شاء الله، وبكذا ينجحون في زواجهم إن شاء الله. شكرا سمو الأمير واسمي علي طالع. يا هلا والله. شباب عندنا برنامج بيطلع الان على الهواء بالله الله يحييك الله يحييك ان شاء الله. ان شاء الله شباب
أستاذ حسام الصالح، حياك الله أستاذ حسام وأسعد الله مساك. مساك الله بالخير، يا هلا. أستاذ حسام، حضرت في هذا المساء من أجل الاحتفال والتبريكات بالكابتن السعودي وكابتن نادي النصر السعودي سعد الحارثي، فما هي الكلمة أو تهنئة له في هذا المساء؟ والله أنا حاضر أهني أخوي سعد الحارثي، ما أهني لاعب النصر سعد الحارثي، فسعد بالنسبة لي وأخ وجاي أشارك فرحته. أتمنى بإذن الله تعالى له التوفيق، وشكرا على تشريفكم. شكرا لك بالعافية، مع السلامة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاحتفالية واحتفالية الكابتن الكبير سعد الحارثي. يسرنا في هذه اللحظات أن نلتقي باللاعب أو لاعب نادي النصر السعودي أحمد الجيزاني. حياك الله أخوي أحمد، وأكيد في هالليلة وفي هالمساء تود أن تقول عبارات تهنئة لزميلك الكابتن سعد الحارثي. أكيد، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء أحب أبارك الكابتن سعد الحارثي نجم نادي النصر بزواجه، وإن شاء الله نتمنى له حياة سعيدة، وإن شاء الله أننا يعني كدعم ندعمه نفسيا من اللعيبة، والله يوفق إن شاء الله. إن شاء الله كابتن أحمد نراك بإذن الله تعالى في القريب العاجل عريس بإذن الله. إن شاء الله، الله يسلمك ويعافيك. ايضا مشاهدينا الكرام نلتقي بالاستاذ حمود الشهري احد الاداريين في نادي النصر. حياك الله اخوي حمود واسعد الله مساك. ما هي كلمتك له بحكم قربك منه في نادي النصر؟ والله سعد اخ وغالي وعزيز، وبصراحه فرحت بهالوجود الكبير. طبعا سعد صح انه ما نقول انه تاخر، بس الحمد لله انه زي ما يقول شفنا فرحته وشفناها في ذا، فما اقول الا الله يوفقه في حياته. وطبعا ابارك لاهله والوالد وجميع الزملاء طبعا اللاعبين اللي حضروا اليوم موجود. فسعد زي ما قلت لك يعني كنا الفرحه ان شاء الله ترجع فرحتين ان شاء الله، اللي هو بزواجه ان شاء الله عودته لمستواه. نخاف بس ياثر عليه الزواج. لا اتوقع انه يزيد، وبتوصي عليهم العيال انه يشد حيله وكل شيء، كل ما بيروح البيت بيلقى توجيه ان شاء الله. حمود الشهري اداري في نادي النصر، شكرا جزيلا لك، واتمنى باذن الله تعالى العوده المرتقبه للنجم والكابتن السعودي سعد الحارثي باذن الله. وشكرا لقناتكم، شكرا. مرحبا مرحبا يا اللافي الغالي، مرحبا يا حضور جات ملتمة، مرحبا بعدد ما اللي همالي، وعد ما رفرف الاخضر على القمة، باسم شيخ رقى في النايف العالي، مشعل اللي تعزوب بني عمه، مشعل الحارثي لطيب مدهالي، وارث الطيب من خاله ومن عمه، شوفكم يا ضيوف الحفل يحلالي، ومن بداله بلازم لازم يتم، يا هلا الطيب يا ماضين الافعالي، مرحبا قالها زيزوم من فمه، وفي فرحنا سعد يا طيب الفالي، ألف مبروك
مبروك وانت عالي الهمة، أشهد انك عريب الجد والخالي، الحبال الطويلة تورد الجمة، وبارك الله لكم في كل الأحوال، يا عسى فدوتك من ينقل النمى. يا سعد يا سعد يا طيب الفالي، ألف مبروك وانت عالي الهمة، ألف مبروك وانت عالي الهمة. السلام عليكم. أيضا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات يسرنا أن نلتقي بمدير عام الكرة بنادي النصر السعودي الأستاذ سلمان القريني. حياك الله أستاذ سلمان، والليلة فرحة لزميلكم اللاعب والكابتن المعروف سعد الحارثي، ما هي العبارات الثانية التي توجه له في هذا المساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل عبارة أن نقولها له الآن بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما بخير. طبعا هذه مناسبة جدا عزيزة، ليلة تعتبر بالنسبة لسعد ليلة يعني لن تنسى، وبالنسبة لنا يعني هذا أقل واجب أن نشاركه هذه المناسبة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته القادمة إن شاء الله.
نقول ان شاء الله باذن الله لعل هالفرحه وهالمناسبه ودخوله القفص انه باذن الله تعالى يعيد سعد الى جماهيره والى نادي النصر باذن الله. طبعا ما في شك هذه يعني عامل استقرار، الزواج عامل استقرار للاعب وكلاعب، لكن برضه عامل استقرار له كشخص، انه يعني يكون مسؤول، يعني الزواج مسؤوليه، لذلك يعني برضه هذه بتضيف لها. هو كابتن يعني في الفريق وعنده مسؤوليات، الان زادت المسؤوليات، وبتكون هذه ان شاء الله انها عامل مساعد له ان شاء الله، انها تكون في حياته العامه وحياته الرياضيه كلاعب ان شاء الله. استاذ سلمان لو سمحت لي سؤالي لك، فيه كان منشط اليوم في احدى الصحف المحليه عن حدث، وايضا السؤال او الفقره الاخرى اللي هي عن استقالتك بعد المباراه نادي النصر مع نادي هجر. طبعا هذه اشياء، طبعا الاعلام اثاره، والاعلام ما لها مو خلينا نقول انها ما نقول انها ما في مصداقيه، لكن ياخذون على الاجزاء من الاخبار ذا ويضيفون عليها. طبعا الكلام هذا غير صحيح، غير صحيح. ما قرأ اليوم غير صحيح؟ نعم غير صحيح. واستقالتك بعد نادي هجر؟ أنا أشوف أي شيء فيه مصلحة نادي النصر حتى لو يتطلب مثلا استقالتي أنا لن أتردد في الشيء هذا، لكن الكلام اللي ما قدمت استقالتك يعني؟ لا طبعا أنا بالنسبة لي أنا تكلمت مع الأمير فيصل وكل هذه أشياء يعني نناقشها داخل البيت النصراوي، لكن الكلام اللي نشر غير صحيح. طيب عذرا على الإطالة يا أستاذ سلمان، ولكن أيضا فيه نقاش حاد بينك وبين سمو الأمير طلال بن مدر حول استقالتك وأيضا دخول الأمير فيصل بن تركي، كان في حوار جانبي مع الأمير فيصل وأيضا مع الأمير طلال حول استقالة الأستاذ سلمان القريني لأنه لم يخدم نادي النصر السعودي. لا طبعا أنا ما صار بيني وبين الأمير طلال أي نقاش. بيني وبين الأمير طلال كل احترام وتقدير، أنا كل الاحترام والتقدير. يمكن طلع في تصريحات إعلامية، طبعا هو يتكلم من موقع كمسؤول في هيئة أعضاء الشرف. أنا علاقتي المباشرة، أنا شخص تنفيذي، علاقتي المباشرة بالأمير فيصل كرئيس للنادي. أحترم الأمير طلال وبيننا كل ود، وكلنا نسعى لخدمة نادي النصر، لا الأمير طلال ولا الأمير فيصل ولا كل العاملين في نادي النصر، كلنا نسعى لخدمة نادي النصر، وأي شيء يخدم نادي النصر كلنا إن شاء الله يعني بنتجه له إن شاء الله. سلمان القريني أين سنراه بإذن الله تعالى في العام القادم أو العام الذي يليه؟ أين سيكون مكانه؟ هل سيبقى في النصر؟ والله العلم عند الله في الأمور هذه أمور يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. طبعا تشرفت قناة الصحراء بالتغطية الحصرية في هذا المساء لحفل الكابتن سعد الحارثي. نتمنى بإذن الله تعالى، طبعا قناة الصحراء قد يعتقد الكثير بأنها متخصصة في المجال الشعبي، ولكن قناة منوعة، وأتمنى بإذن الله تعالى أن يجمعنا بك يا أستاذ سلمان في الأيام المقبلة لقاء حواري مطول بإذن الله. بالعكس نتشرف بالشيء هذا. شكرا لك، الله يسلمك. الأصالة، أصالة المذاق والجودة.